الاتنين دول حلوين، دول احلى اتنين هنزلهم. انتوا عارفين ان ده اساس اي بزنس؟ في 2024 و2025 الترندز بتاعت البي ار اختلفت كتير عن زمان، والسوشيال ميديا بقت جزء اساسي منها. واكبر دليل شركه كبيره زي تويوتا، نتيجه مشكله كبيره واجهوها الشركه رجع لها اكتر من 9 مليون عربيه. فتويوتا عملت بي ار كامبين خلت الناس تنسى اصلا هم كانوا متضايقين من ايه، وان هم فتحوا هوت لاينز علشان الشركه تتواصل دايركت مع الاودينس وتحل كل مشاكلهم. فدي كانت حاجه الناس اتبسطت بيها جدا، لان هم حسوا ان هم بيتواصلوا مع الشركه دايركت وعن قرب. فده خلى الناس تحس انها مطمنه اكتر لما لقوا ان البراند مهتمه فعلا بالمشكله. مش بس كده، هم كمان ركزوا على انهم يقولوا للناس في اعلاناتهم ان هم فعلا اشتغلوا على الكواليتي والسيفتي بتاعه كل عربياتهم. فمن الاخر يعني لو ركزنا شويه هنلاقي ان البي ار مش بس مجرد اعلانات. البي ار بيشتغل على انه يبني لونج تيرم ريليشن شيب ما بين الجمهور وبين البراند، من خلال انه بيدور على القيم المشتركه ما بين البراند والجمهور عشان تفضل دايما صورته زي ما هو عايز يوصلها للناس. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن البي ار اكتبوا لنا في الكومنتس كلمه بي ار، والتيم اتعلمها هيرجع لكم بكل التفاصيل.